رقم 27 في تاريخ المواجهات بين المنتخبين الشقيقين. هذه تشكيلة المنتخب المالي الذي يدخل اليوم في حراسة المرمى: إسماعيل دياورا في الدفاع من اليمين إلى اليسار، حماري طراوي رقم 2، أقول كيكي بوبكر كوياتي رقم 5، مامادو فوفانا رقم 15، ومصادو حيدر. هناك في مالمو السويدي أمام المنتخب. انطلاقة تمريرة، لكن دخل الدفاع لسعيد بن الرحمة على الجهة اليمنى. هذه فرصة الجهة اليسرى وبالقدم اليسرى سعيد بن الرحمة توغل، ولكن كرته إلى أحمد توبة ثم إلى الحارس موندريا. الحارس أوكيتشا حارس ماتسل. طبعا المنتخبات الغير معنية بكأس العالم قطر 2022 رغم أن التواريخ هي إلى كيكي كوياتي مدافع من الخطورة، ولكن الدفاع يتدخل. أعتقد أن رياض محرز كان بإمكانه أن يسدد مباشرة، ولكنه فضل أن يراوغ من آدم زرقان، ولكن الكرة لاعبان: إيطاليا لاعب، بلجيكا لاعب، السويد. ريبي المنتخبين جمال بلماضي وأيضا إيريك سيكو. طبعا المنتخب المالي موندري يقدم مستويات فنية رائعة. عريبي يعود لأخذ الكرة، لكن يتعرض لمخالفة. سعيد بن الرحمة يحاول التوغل، يحاول المرور، بينما انهزم في 10 مباريات. وقوية ما تزال الخطورة داخل منطقة الجزاء. خطيرة الكرة الماضية والتصويبة التي جاءت من هذه هجمة وفرصة للمنتخب المالي. توغل، مراوغة في الجزاء، لمسة كريم، تصويبة من سعيد بن الرحمة. المنتخب الجزائري يرد على حذاري من القادمين من الخلف، ولكن الكرة حذاري من هذه الفرصة. حذاري تصويبة ليني أو لم تصل إلى المهاجمين. توري يتقدم، يأتيه مصاديو الزروقي، محاولة التمرير في ظهر الدفاع. تعدو حيدر، المخالفة يرتكبها رياض محرز. حماري لاعب بران الفرنسي اليسرى. هذه عرضية من بن عيادة لنيني دور جلاس، خطأ الصافرة. المنتخب المالي يحاول أن يستحوذ على كل. نتمنى مشوار أفضل. انفراد من رياض محرز، يتقدم رياض وتصويبة قوية جدا. المنتخب الجزائري كان قريبا من تسجيل الهدف الأول. بندية جاءت بهذا الشكل. حذاري وأيضا مصاديو حيدر في المساهمة. هذه الفرصة المالية، عرضية جاءت، ولكن الدفاع مجددا، انتشار دفاعي جيد وإبعاد الخط. العرضية من طوبة جاءت والدفاع. الراية مرفوعة. عيادة مطالب أيضا موجود رميز، مراوغة رياض والمخالفة. ممتاز اتجاهي الرؤون من هذه الانطلاقة من البلال توري داخل منطقة الجزاء. حسن الحظ الكرة إلى الركنية. حذاري قلت من الانطلاقات من عيادة. الآن لمسة هشام بودي. بعد وديتي غينيا وايضا نيجيريا. غادر طبعا المعسكر وعوضه فريد شعال حارس مولودية الجزائر. فرصة للتقدم سعيد بن الرحمة، هذه فرصة، تسديدة قوية جدا فوق المرمى، ممتازة. محاولة جيدة من المنتخب الجزائري وبتصويبة سعيد بن الرحمة. التجريب عدد من اللاعبين، وهذه فرصة للمنتخب. تقدم سعيد، يحاول أن يراوغ أن يتقدم ويحصل على ركنية. نعم، لا الحكم في الهدف الأول سعيد بن الرحمة في القائمة الثانية. والدفاع المالي تغطية رائعة. هذه فرصة للمنتخب الجزائري. ماذا هناك ركلة جزاء؟ نعم، ركلة جزاء في آخر الجزائري للهدف الأول. والهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري في آخر أنفاسه أو في الوقت بدل الضائع. هنا تهتز مدرجات ملعب
ميلود هدفي بوهران من سعيد يفكرنا كثير يفك جزائري. إذا أذكركم بسرعة بتشكيلة المنتخبين في 2012 و2013. محمد لمين عمورة إلى جانب يوسف بلاي بمساعدة بكير محمد ويوسف الجريدي، ولكن لحسن الحظ الدفاع المنتخب الجزائري الراية نبيل بن طالب سجل أهداف ممتازة من لاعبي الشهيد أو على الملعب المركب الأولمبي. ميلود هدفي يتدخل كريم داخل منطقة الجزاء مالية. ما تزال الكرة مصلحة النسور بعيدة الكرة على عن أي شيء. العودة من توبا للحارس موندريا طويلة بالقدم لم يتقدم. هذه فرصة هشام بوداوي داخل منطقة الجزاء. الحكم لم يؤشر عن خطأ المساهمة والخطورة ما تزال مستمرة. تصويبه هدف التعادل بطريقة جميلة. يأتي الآن المنتخب المالي يدرك التعادل بكيفية جميلة وبالقدم اليسرى مصيدو على إثرها هدف التعادل. في أن هو الجديد ولم يجد المساحة في ظهر دفاع المنتخب الجزائري. من توبا ضاعت واستخلصت من المنتخب المالي والصافرة تؤشر على مخالفة. مراوغات ومهارات سعيد بالرحمة. التصويبة لاعب يلعب بالقدم اليمنى هو لاعب إسماعيل بن ناصر. يتقدم إسماعيل ويتحصل على مخالفة نعم بشكل ذكي من نبيل بن طالب داخل منطقة اليسار. يلعب أيضا في خط الوسط. في هذه اللحظات المباراة رقم 41 رياض لبن ناصر ومن بن ناصر إلى بن عياد. ضيعها بن عياد. لا يجب أن أرضية داخل منطقة الجزاء. حداني فرصة للمنتخب المالي في التنفيذ بالقائم الثاني، ولكن الحارس إسماعيل ديوارا طويلة داخل منطقة جزاء المنتخب الوطني لحسن تهيأ لأخذ مكانه بمكان من سفيان أعتقد مكان رياض محرز. إذا هدفان مع المنتخب الجزائري.